الاصلاح ديال لو صالون اي ميم حتى لو سيجور. دونك هنايا هذا الحيط هذا بقى عندي خاوي، الحق الوقت فين نزيد داك اللمسات الاخيره اللي ما كانش عندي الوقت باش نزيدها في الاول. دونك هنا فكرت باش انه غنزيد هاد لو طابلو هذا اللي كان ديجا عندي واللي فيه الميم كولور اللي كاينين هنايا. دونك عندي نفس الالوان اللي كاينين واللي غنقدر نعاود ندخل حتى في ميم ديكوسون واحد اخرين هما نيت اللي كاينين في الطابلو. دونك هنا غنشد هاد الطابلو هذا وغادي نعلقو هنا، ولكن قبل باش نعلقو خاصني ناخذ العبارات ديال الطابلو بما فيهم الاطار. باش ما نخسرش البابي بان باسكو هذاك سي دو بابي بان يعني غيتخسر غيتثقب. دونك غنستعمل غير هاد لو تروك هذا. فوالا هذا راه تيكون مع لي طابلو بعض المرات، وغنزيد نساعد بالباتافيكس اللي كتهز ثقل بزاف حتى 3 كيلو. دونك غنديرها في لي زيكستريميتي في الجناب. دونك انا لصقت له هنايا طريف باتافيكس، ولكن هنا تفاجات انهم ديجا دايرين له واحد لو تروك كيلصق. دونك فوالا دايرينو حتى هنا اي اوب اي فوالا. دونك لو ريزولتا جا زوين. دابا عاد بدات كتبان الكليسه سورتو مع الطابلو. عمر داك الحيط ما بقاش خاوي ولا كيبان الكنابي زويون، سورتو المارياج ديال لي كولور جا تيحمق. انا بعدا عجبتني الريزولتا، حتى تخليو ليا في التعاليق شكون اللي حسن هكذا ولا الحيط خاوي. فوالا دونك دابا غادي ندوز للبلونط. هاد لا بلونط هادي جات زوينه مجمله هاد البلاصه هادي، ولكن هاد لو ترون نوار اللي ما مخليهاش تكون زوينه، يعني خاصها تغطى من الفوق او خاص يكون شي حاجه اللي عندها علاقه بلي بلونط وتعطي واحد لو شارم باش ما يبانش فيها داك لو ترون نوار اللي ما عاطيها حتى شي منظر. هادشي علاش طاحت عليا فكره، تبعوا معايا كالتالي غادي تعجبكم اكيد وغديروها وتطبقوها عندكم في اي بلونط عندكم ارتيفيسيال في الدار. مرها من الداخل خاصني ندير لها عاده كيدار الكاغيط، ولكن انا غندير البلاستيك. علاش؟ الكاغيط كيبدا يتحلل وكيبدا يتفرتت مع البروده، يقدر انه يجمع لي زانسيكت، يعني الحشرات ضروري ومؤكد انه غيجمعهم، على عكس الميكا كتقهر كاع الحشرات، فبالتالي ما كيكونش عندنا تجمع د الحشرات. وكنضمن بانه البو غادي نغطيه حتى من الفوق. غنوريكم الطريقه كيفاش. مع الطابلو زاد بان كتر وكتر. المهم انا كيف قلت لكم خليو لي التعاليق ديالكم بالنسبه للصالون. كان سبق لي بارطاجيت معكم كاع المعلومات فيما يخص الاكسسوارات اللي شريت، داكشي اللي شريت جديد بالنسبه للطابي، الطبله، اللوستر حتى هي. دونك اللي درتها بالنسبه للسيجور هاد لوستر هادي اختاريت انه يكونوا دو لوستر اللي هما بحال بعضياتهم دايرين. لي مولور عطيتكم لي ميزور، غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو تحت هاد لا فيديو هادي. دونك اليوم الجديد هو انه الصالون المغربي زدتلو هاد اللمسه هادي ديال لا بلونط هنايا اللي ولات تشعل بالضوء كيف شفتوا. فوالا اي دابا غنعطيكم لي ديتاي ديال الصالون المغربي بالنسبه للتيسيو، بالنسبه لكل حاجه.
بالنسبه للعبار ديجا ديال الصالون باش نعطيكم العبار ديال الصالون. دونك هنايا عندي 2 متر و50 في 2 متر و30 في 2 متر و50. بالنسبه للفرماجات راهم من العبار ديالهم العادي اللي كيكون فيهم 1 متر. الوغ بالنسبه لهاد الكوفات اللي سولتوني عليها اولا هاد البلاصه هاد الطرف ديال الثوب اللي كيجي او كيفرق بين السداري ديال الخشب البونكيط ديال الخشب والسداري اللي تنجلسوا عليه. دونك هذاك تيتخيط بوحديتو عند الخياط، هو اللي خيطوا لي. من بعد انا اللي ركبته لراسي كيكون فيه داك لو كراكروك كيف شفتوا وكيتلصق فاسيل. الخشب ديال السداري دونك العلو ديالو 14 سنتيم، المضربه العلو ديالها 24 سنتيم. بالنسبه للمخاد درنا 80 سنتيم 80 سنتيم 80 سنتيم، يعني فرقناهم 80 سنتيم. الا هذه اللي هنايا درنا فيها تقريبا مترو باش غطات لينا على داك الكوان اللي تما في داك البارتي اللي من الهي باش ما يبانش، لانه ميمكنليش كل مره غادي نغلفوا على حساب اللون ديال الطلامط اللي هما جداد. بالنسبه للمخاد درنا فيهم 45 على 45 في الطول وفي العرض ديالهم. بالنسبه لهادو درنا فيهم 70 سنتيم، يعني مع الخياطه يلاه كيجيو 60. انا غنعبرهم دابا قدامكم. اكتيفمون دونك 64 سنتيم، هاي هادي 64 سنتيم، يعني كتبقى داك 6 سنتيم 3 سنتيم ديال الخياطه كيدخلوا بها من كل جنب، هي هذيك تقريبا 70 سنتيم في شاك كالدو. هذه فيها 38 سنتيم 39 عفوا سنتيم، دونك يعني عبارها 39 سنتيم. على عكس هادو ما فيهمش 45، دونك هادو المخاد ديال 40 على 40. فوالا هذا بالنسبه للمخاد. اما بالنسبه لهاد الطيافر سولتوني عليهم، هادو كنت وصلت بهم مع الصالون القديم. بالنسبه للديامتر ديالهم انا غنعطيكم العرض والعلو ديال هادي او الديامتر ديالها 62 وهاد الصغيره 42، لكن العلو ديالهم 46 وهذه العلو ديالها 36. الديفو ديالهم هو انه تحلو، دونك هذا سي لو سول زعما ديفو. اي اون بليس دو سا الصباغه ديالهم طرطقات، دونك هذا سي ان ديفو اللي هو فيهم. علاش؟ حيت الخشب ماشي هو الخشب ديال السداد، هادشي صايبته لراسي، لكن هذا تابيسي كنصايبو ليه هو لراسو. بيان سور الخشب سي با اون بون كاليتي، حيت كون كان بون كاليتي ما كانش غيطرطق وغيتفرقع هكذا من الجنيبات. فوالا دونك هذا بالنسبه لهنايا. بالنسبه للطابي انا ما شريتوش، دونك جلي روسو من عند طابيسي اللي كنحط لي الصالون القديم. سي ان طابي اللي كيتعبر العبار. فرونشمون ما عنديش فكره، زعما بغيت نفيدكم فين تقدروا تلقاوه ولكن ما عنديش فكره. صحت انه جا مع الصالون 100% بحال تقول مروم عليه. ودابا ندوزو للوستر. الثمن ديالو 2500 درهم. 2500 درهم. جو سا كو غيجيكم الثمن ديالو عجيب غريب ناقص بزاف، لانه سي ان لوستر اللي لقيت الثمن ديالو زعما كنت باغيه نشري ولقيت الثمن ديالو غالي بزاف، فحتى تحت في هذا غادي تلقاوه عند اتولي باي مائده. دونك غنخلي لكم العنوان ديالهم. جو سا با واش مازال عندهم في ستوك، ولكن من غير هذا الا ما لقيتوش عندهم دي لوستر واحد اخرين توب 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 غيعجبوكم. دابا جو باس الخاميه اللي سولتوني عليها كيفاش درتي ليها، واش درتيها طويله ولا درتيها قصيره، والخاميه عجباتكم بزاف. انا غنقربكم منها. الخاميه اختاريتها انا ترونسبارونت، وهذه حاجه مهمه بالنسبه للاضاءه، خاصه ديور بحال هكذا ساكنين في زابارتمون ما كتكونش اضاءه كثيره، كيكون غالبا الصالون ما فيش الضوء بزاف، ولا الا كانت كتكون شميشه كدوز واحد 40 دقيقه بحال اللي كتوقع لي انا 40 دقيقه ما كتفوتهاليش. فدائما عندي الظلام، هادشي علاش انا مضطره انني ناخذ خاميه اللي تكون ترونسبارونت. غلطت بزاف المرات، درت الغلط وعاودت، هو انني درت خاميات ودرت الفوق ديال الخاميه وداك لو ستور باطو وداك لو ستور اللي تيكون هكذا فوالي من الجناب. في الاخر لقيت راسي بانه داكشي ترو شارجي ما تيخليش ليا الضوء يدخل. هادشي علاش اختاريت انا هاد الخاميه هادي. دونك راها من عند ميروهم، غادي تلقاوها عند ميروهم في كازا في المعارف. التيسو ديالها شوفوا راه يبان لكم تيحمق. بالنسبه للخاميه كيفاش درت ليها هاد المره، انا دائما كندير الخاميه كنخلي الخياط من تيخيط ليا الخاميه فحال التكشيطه حتى لتحت حد الطول ديالها، تنبقى نهزها تيطيحوا لي زانساكت تما في الداخل بين المخده والخاميه. روينه مين تنبغي غير نحل بعدا الشرجم تلقى مشكل. حتى لهاد المره قررت انه الخاميه اللي الحد في القد بوغ ايفيتي كاع دوك لي بروبليم. دونك درتها حد القياس ديال السداري كيف كتشوفوا، ها هي، باش منين كنبغي نحل
الخاميه الا كنت بغيتي يدخل الضوء ولا يتهوى الصالون، واخا هو زعما كيدخلوا الهواء، كنجرها بكل سهوله، ما كتبقاش واحله ليا بين السدادر لتحت. انا زعما كنصحكم الخاميه ديما ديروها حد العبار، لانه الا مشيتو تخيطوها عند الخياط راه يخليها لكم حد الطول ديالها قليل. اللي تيفكر في هذه القضيه ديال انه ينقصها تيقول لك احقا راه من بعد غتقدر تحتاجها طويله، ما كاين لا غتحتاجها طويله لا حتى شي حاجه. الا فصلتي صالونك هو هذاك عبار قياس، دونك من الاحسن دير داكشي هو هذاك. بالنسبه عفوا القبص راكم سولتوني عليه، ماشي انا اللي درتو، دونك لقيتو ديجا في الدار فاش دخلت. الوغ لو بروموتور هو اللي دارو، سي القبص اللي قديم، الطريقه القديمه البلديه المغربيه بالزخرفه المغربيه كيف كتشوفوها. وهذا هو التراث ديالنا اللي ما تنتنازلوش عليه، واللي انا كنقول خاصو يكون لابد في كل صالون مغربي ما تنازلوش عليه. ندوز باش نشارك معكم التقديم ديال الطبله، بما انه نحن مقبلين على الشهر ديال شعبان والشهر المبارك ديال رمضان. دونك غنبداها معكم من دابا. هاد لو باك خديتو من عند لامينهم، كيف كتشوفوا سي ان باك كامل، باك دو لوكس كيسميوه. دونك فيه لا ناب ولي سيرفييت ديالو، فيها لا ناب ديال سيميلي كوير، لي سيرفييت فيها 12 طرز ديال الصم. دونك كيف كتشوفوا مطرز بالصم، والتيسو ديالو زوين. راه كيف شفتوا انا ما حددتو ما والو، يعني تيتطلق دغيا ما كيتكمش ما والو. ودابا غادي نبدا في البريزونطاسيون ديال الطبله، باش في الاخر غنوريكم لو باك كامل شنو فيه. وبالنسبه للاطباق انا اعتمدت على اطباق اللي هي تقريبا في نفس اللون، باش نمشي في نفس التيم وما نكثرش اللوان بزاف، بما انه لا ناب اللون ديالها مهدن. كذا كيجي الشكل ديال الطبله. انا قدمته على جوج طرق، هو بصراحه كيجي بشكل اخر، دونك كيجي من بعد ما كتجي فوق منه لا ناب ديال سيميلي كوير، ولكن انا اعتمدت انه ندير دو تيب ديال بريزونطاسيون كومسا باش يعني تكون عندكم فكره. عجبني انا بالشكل ديال لا ناب هكذا مع الاواني، وكيتغطى من الفوق باش الا كنا عاد غادي نوجدوا الطبله اولا السينيه ديال اتاي، اولا مازال الوقت ديال الفطور في رمضان او الفطور في شعبان، كاين اللي تيصوم الصيام ديالو في شعبان، دونك الطبله كتبقى مغطيه حتى كيوجد او كيلحق الوقت ديال الفطور. كيف ما حتى السينيه ديال اتاي حتى هي عندها ديك القبيطه ديال البراد والغطاء او الخمار ديالها من الفوق اللي كتغطى به حتى الصينيه ديال اتاي.
هذه هي الطريقه الثانيه او الطريقه الصحيحه اللي كتقدم بها لانا بلي سيرفيات ولا غون سيرفيات ديالها. كيف كتشوفوهم داك العقيقات اللي تيدوروا على لي سيرفيات كيتسموا لي غون سيرفيات. دونك كتجيب سيميلي كوير، كتجي كامله مكموله محطوطه. بالنسبه للزلايف انا درت حتى منهم هذوك لي بلاص صغيورين باش اوكا الا كان شي حد غادي يشرب الحريره ولا هذا باش ما كتهبطش على لاناب وما تتوسخش. وفي الوسط اعتمدت على ان سول بلا اللي غيداروا فيه المملحات. ودابا غندوز باش نشارك معكم اون كوموند توصلت بها واللي فيها حتى هي شوار ديال رمضان او التوجاد ديال شهر شعبان ورمضان. الوغ هادو جوج ديال مخاور كيتسموا مخاور بالاماراتيه بحال القندورات المغربيات ديالنا. دونك اختاريت هذا اللون هذا وهذه اختاريتها في هذا اللون مفتوح باش هكذا نبدل بيناتهم ان شاء الله في الشهر ديال شعبان وفي شهر رمضان. الالوان اللي فيهم والطرز اللي مقاد فيهم زوين بزاف، هما كيجيو رقعه ثوب وحده عاد كيتفصلوا. دونك انا فاش عطيت للصفحه عطيتهم العبارات ديالي عاد فصلوهم ليا كيف كتشوفوا هنا في الديتاي كيجي في الكميمات كيف ما كيجي في العنق. وهذه خديتها تيم فلوري غادي تبان لكم عاديه ما غتبانش زوينه ولكن فاش كتلبس غتجي كتحمق. انا غنشاركهم معكم البوسين على الانستغرام قريب ان شاء الله في الصفحه ديالي، خليكم مترقبين. هادشي كله خديته من عند دار الطيب بما فيه هذا الباك هذا. عرفتوا هذا الباك هذا هو المفاجاه الرائعه ومن احسن لي برودوي اللي خديت بالنسبه للبخور. دونك انا غنخلي لكم الصفحه سميتها دار الطيب هي اللي خديت من عندها المخاوير وخديت من عندها هذا لو باك هذا. ولو بارطاج كان سبونطاني وبطريقه عفويه تالمون كان يعجبني بزاف. باقا ما حليتوش الريحه طلعت كتقصح منه. الوغ بسم الله. هذا الباك الاولاني واو على ريحه. شميتي وصلاتك؟ انا مريض ما قدرتش نسيب. كتحل من هنا يا سلام واو الله 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 على ريحه شحال كتحمق. الوغ هذا فيه اللبن معتق. واو هذا العود شوفوا كيفاش داير. شوفوا عرفتوا ريحته ما شاء الله. اول مره في حياتي كنشم هاد الريحه هادي كتحمق ريحته. هذا العود مخلط مع اللبن كيف كنقولوا مسقي بحال معتق باللبن. دونك هذا اللبن عود ودايرين له نيت حتى المقبض ديالو باش كيتهز به. ها هو هذا هنايا وهذا شوفوه اللبان المسك. هذا غيكون معتق بالمسك او مسقي بالمسك. لا هذا اللبان اللبان مسقي بالمسك. هذا حتى هو كيدار بخور. الله يا ربي على ريحه الله الله. واللبان الحر اللبان الذكر الحر يعني الحقيقي. شوفوا كيفاش داير التكستور ديالو الله على ريحه. انا غتسمعوني تنقول الله الله على ريحه في الباك كامل مازال ما كملتش بالحلال. دونك هادو هنا في هاد لابارتي هادي وهنايا لبان لافندر حتى هو لبان مسقي او معتق. ريحته غزاله. شوفوا اللبان كيفاش داير. شوفوا اللبان كيفاش داير. طيب هي صفحه تعرفت عليها بالصدفه. كان تيصحاب لي بانهم كيديروا البخور عاد من بعد اكتشفت بانه اللبان كنعرفوا اللبان المنافع ديالو. وفي الاحاديث ديال الدين في القديم في يعني في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كينصحوا بانه اللبان خاصو يكون في الدار ويتبخر به. كاين اللي تيشربوه كاين اللي كيستعملوه في لي برودوي كوزميتيك. حتى شفتوا انه عندهم وكيديروه على شكل بخور فتفاجات ما عمرني انا شميت اللبان او عرفت بانه تيتعتق بمعنى انه كيترقد مده 6 شهور في الروايح اللي هي مختلفه بحال مثلا العود المسك هذا الغوز هذا ديال فلوغ اوركيدي الروز لافندر. المهم كاين بزاف ديال لي بارفان اللي هما مختلفين واللي كيبقى مرقد فيهم 6 شهور كيف قلت لكم. بالنسبه للبان القطفه الاولى راه
تيلمع وكبير، يعني الكاليتي البريميوم. عرفتو انا اول مره فاش بخرت به حمقاتني ريحته، الريحه ديال الباك بعدا ملي تيتحل تتبقى تتهجي. وبالنسبه للبخور فاش بخرت به بقى ليا الريحه ديالو لاصقه في الدار تقريبا يومين، لصقات لي في شعري في حوايجي في كلشي. اول مره كنشم هاد الريحه ديال البخور اللي هي رائعه. نخلي لكم الصفحه وكاو الا بغيتو تدخلوا عندها. الا ما خديتوش الباك كامل كنصحكم تجربوا ولو عبوه وحده. انا اكيده انكم غتزيدوا تبغيو تاخذوا دي بارفان واحد اخرين. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.